محمد صلاح، الفوز او الفوز او الفوز، مفيش حاجة اسمها تعادل او هزيمة. لو عاوز تاخد الدوري الانجليزي بعد فوز ارسنال وفوز مانشستر سيتي قبل 8 جولات من نهاية الدوري الانجليزي، ليفربول عنده مباراة النهاردة مهمة جدا قدام شيفيلد، لازم يفوز فيها. اي نتيجة غير الفوز تفقدوا فرصة الحصول على الدوري الانجليزي بنسبة 80% على الاقل. الثلاث فرق، الفريق اللي هيتعادل فيهم مباراة او هيخسر مباراة هيبعد عن المنافسة. محمد صلاح بيتصدر عناوين الصحف الانجليزية وبيقولوا هل يكون الدوري الثاني لمحمد صلاح، وهل يكون هذا الدوري تكريم ليورجن كلوب لانه هيسيب الفريق بعد نهاية الموسم. كلنا هنشوفه. مباراة ليفربول وشيفيلد الساعة 8:30 بتوقيت القاهرة، منقولة على اكتر من 15 قناة. طبعا كلنا عارفين بي ان سبورت على نايل سات، عندنا على هوسبا سات قناة 11 سبورت، وعندنا على صور قناة سبلاير 1، وعندنا على البلغاري قناة ديمو سبورت 3، وعندنا كمان على هوت بيرد قناة نوفا سبورت، وعندنا على قناة على يوتلسات 16 إيرينا سبورت 3، وعندنا على يوتلسات 16 كمان قناة اس اس 3، عندنا كمان على قمر أسطرة 19 قناة الفوتبول، وعندنا على قمر هلسات قناة أورنج سبورت 2 هتنقل المباراة، وعلى هلسات قناة ديمو سبورت 3، وعلى أنطاليا سات قناة ديمو سبورت 3 هتنقل المباراة، وقناة سبورت 1 على قمر أموس. طبعا يا جماعة المباراة لازم ليفربول يفوز فيها، مفيش حل تاني قبل الموقعة الكبرى واللي هتكون مهمة جدا جدا في الدوري الانجليزي لليفربول يوم الاحد اللي جاي. مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اللي هتكون هي بشكل كبير هتحدد شكل المنافسة على الدوري. كلنا عارفين ان مانشستر يونايتد عنده ال10 سنين اللي فاتوا اللي ما خدش فيهم بطولات ولا بينافس السنة دي على اي حاجة، في كوم وفي كفة. ومباراة ليفربول ان هو يتعادل معاه ويعطله او يغلبه في كفة تانية. جماهير مانشستر يونايتد متحفزة جدا لمباراة ليفربول اللي هتكون زي ما قلت لكم يوم الاحد اللي جاي، عاوزة بأي شكل تعطل ليفربول وتكون هي السبب في ضياع الدوري الانجليزي من ليفربول اللي بيقترب بشدة. ليفربول لو فاز في ال9 مباريات اللي هتبدأ الليلة من مباراة شيفيلد خلاص خد الدوري الانجليزي رسمي. عقبة مانشستر سيتي يوم مانشستر يونايتد يوم الاحد من اصعب العقبات اللي هتواجه ليفربول. هنشوفوا الدوري الانجليزي اللي مشتعل، الدوري الانجليزي اللي مولع نار، هينتهي على ايه وهيخلص على ايه، وليفربول هيعمل ايه؟ هل هيفاجئنا باحد فصوله البايخه في المباريات القادمه ويتعادل، خاصه ان ليفربول في بعض الاحيان بيتعثر قدام الفرق الضعيفه، الفرق اللي في مؤخره الدوري، وده اعتقد مش مسموح بيه نهائي. المباراه النهارده مع شيفيلد في ملعب الانفيلد، الجماهير نفسها طمعانه انه يحقق نتيجه كبيره في المباراه ديت ويحرز عدد كبير من الاهداف عشان فرق الاهداف اللي بينه وبين ارسنال يقل شويه. لو احتاجنا للاهداف في نهايه الموسم هنشوفوا ايه اللي هيحصل، هنشوفوا محمد صلاح هيعمل ايه النهارده بعد الكلام اللي اتقال عليه بعد المباراه اللي فاتت، رغم ان هو احرز هدف الفوز ولكن اتقال انه ضيع فرص ياما في المباراه. ويورجن كلوب طلع برر وقال ان كان في توتر وكان في تسرع من كل اللعيبه، وده اللي خلى صلاح يضيع اكثر من فرصه. هنشوفوا محمد صلاح هيعمل ايه النهارده. المباراه النهارده مهمه وباقي المباريات مهمين جدا لمحمد صلاح. الحصول على الدوري الانجليزي السنه دي هيكون تكريم كبير جدا خاصه لمحمد صلاح ويورجن كلوب، لان يورجن كلوب خلاص اعلن الرحيل، وفي الغالب محمد صلاح هيروح الدوري السعودي بعد نهايه الموسم ده، هيكمل بقى حياته، هيكمل المواسم اللي فاضلاله في الدوري السعودي. هنشوفوا ايه اللي هيحصل. ما تنسوش يا جماعه الاشتراك في قناتي وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. شكرا لحضراتكم.